بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن اللحمة. هنعمل اللحمة بطريقة جميلة جدا، ومش قادرة اقول لكم كمان على الصوص بتاعه في منتهى الجمال، هتحبوا الكبار والصغيرين. اول حاجة بجيب اناء وبحط فيه مادة دهنية وبحطه على النار، ولازم هنا يكون الاناء والمادة الدهنية سخنين جامد. ببتدي انزل بقطع اللحمة، وبكون انا مقطعة قطع اللحمة صغيرة الحجم، وببتدي ان انا مش هنزل بالكميه كلها، هنزل يا دوبك كده بكميه بحيث ان انا اشوحها، وبحيث ان هي ما تنزليش الماده العصاره الموجوده في قلب اللحمه، عشان نستفيد بالفايده الموجوده في اللحمه. اول ما بتبتدي كده تتشوح ببتدي اركنهم على جنب، زي ما هو الماده الدهنيه سخنه معايا كده في قلب الاناء، ببتدي انزل بكميه تانية. ما بنزلش بالكميه كلها مره واحده، هنزل بكميه تانية لحد بردك ما تبتدي كده تتشوح وتاخد لون. انا مش عايزه هنا اللحمه تنزل الميه بتاعتها، يبقى انا عايزه اكل حته لحمه موجوده الفايده بتاعتها موجوده فيها، وصدقوني الطريقه دي في منتهى الجمال. خلاص كده ببتدي ان انا اشوح كده اللحمه. بعد كده هبتدي بردك كده اركنهم على جنب، وهنزل ببقيه الكميه اللي موجوده معايا. يبقى انا هفضل اعمل كده لحد ما اخلص بقيه كميه اللحمه الموجوده معانا. مش قادره اقول لكم فعلا الطريقه دي جميله جدا، وفعلا سريعه كمان. لو انت مستعجله وعايزه تعمليها ما بتاخدش معاكي وقت خالص. خلاص، هنا بقى بصوا ببتدي ان انا احط قطع اللحمه اهي في قلب الماده الدهنيه لحد ما تاخد التشويحه بتاعتها كويس كده. خلاص حطينا الكميه كلها، نبتدي بقى نقلب كده. اهم حاجة قلت ان احنا ما ننزلش المادة العصارة الموجودة داخل اللحمة عشان ناكل حتة لحمة كويسة. هنبتدي بقى نديها رشة من الفلفل الاسود، ورشة بسيطة جدا من الملح. بعد كده هبتدي انزل برشة بسيطة من الكاري، ورشة بسيطة من الكركم. طبعا احنا هنا عارفين الفايدة الموجودة في الكاري والكركم، وهي بردك مفيدة جدا لجسم الانسان، فانا هنا ضفتهم. وكمان دي هتعزز لي اللون بتاعة اللحمة، ومش قادرة اقول لكم كمان هتخلي لنا طعم اللحمة في منتهى الجمال. هبتدي اشوح بقى كده كلهم كده مع بعض كده. خلاص شايفين بقى شكل اللحمة بتاعتنا بقى عامل ازاي، وهي متشوحة كويس خالص. بكون بقى هنا بديها بقى ورقتين من ورق اللورة. خلاص ده كله هينكهلي اللحمة بتاعتنا. هكون مسخنه لها بقى عبارة عن كوباية من المية، كوباية كبيرة من المية، وابتدي ان انا اضيفها على اللحمة، وهسيبهم بقى لحد ما اللحمة تبتدي تشرب كل الشوربة اللي انتوا شايفينها دي. يبقى انا عايزة اللحمة تشرب المية دي خالص وترجع تاني زي ما انا كنت مشوحاها كده. خلاص اللحمه بتاعتنا شربت السوائل اللي انا حطيتها، كوبايه الميه اللي انا كنت حطاها. وبصوا ادي ظاهره الماده الدهنيه. بكون انا بقى بشرب بصلايه، ببتدي ان انا اضيفها على اللحمه، وهندي هنا بقى تشويحه كويسه جدا للبصله مع اللحمه. اولا البصله هنا هتطلع النكهات بتاعتها للحمه بتاعتنا، هتخلي كمان ريحتها حلوه قوي. وفي نفس الوقت انا عايزه هنا بقى البصله تبتدي تدبل معايا. طبعا هنا اللحمه احنا مسويينها تقريبا 3/4 سوا. ببتدي ان انا اضيف رشه من الملح، وكمان لو رشه بسيطه من الفلفل الاسود. هنا انا اللي معايا اللحمه دلوقتي مستويه 3/4 سوا، بس هي لسه ما استوتش، لسه فاضل لها تكه على السوا. انا بقى ضفت هنا البصله لان انا مش عايزه البصله تكون زي الحاجه المهريه، لا، عايزه احس بالقرشه بتاعتها. ببتدي ان انا حطيت البصله، ببتدي ان انا اشوح البصله معاها كويس. بكون عندي بقى حبايه من الطماطم، بشيل من عليها القشر. تقريبا باخد اللحم بتاع الطماطم بقطعها قطع صغيره، بعد كده بنزل بيها على اللحمه والبصل. هبتدي ادي تشويحه كده كويسه.
هندي تشويحه كده كويسه على النار. بيكون عندي بقى معلقه من هريسه الشطه. طبعا هنا اللي حابب يستغنى عن معلقه هريسه الشطه مفيش مشكله، ممكن لو عنده معلقه صغيره من الصلصه ممكن ان هو يضيفها، وممكن ان هو يستغنى عنها مفيش مشكله. انا هنا ضفت بقى معلقه الهريسه، وهسيبهم كل ده يسبكوا كده مع بعضهم. بصوا هنا بقى اتسبكت هنا مع بعض. ببتدي ان انا اديها معلقه صغيره من الخل، وابتدي كده اقلب اديها تقليبه كويسه. يبقى هنا كده اللحمه بتاعتنا اتنكهت بكل النكهات، البصل مع التوابل اللي انا كنا ضايفينها. مش قادره اقول لكم فعلا على الريحه طالعه في منتهى الجمال. خلاص بصوا بقى شوفوا هي بقت عامله ازاي. هنا بقى انا هبتدي ان انا ايه، هكون مسخنه لها برضو ميه. بص دي كده قطع اللحمه بتاعتنا اهي. هنا يا دوبك هضيف لها عباره عن ربع كوبايه من الميه السخنه. يبقى انا هنا كده هضيف لها عباره عن ربع كوبايه من الميه السخنه، وهسيبهم بقى كده ياخدوا كده غلوه مع بعضيهم على النار. خلاص انا زودت ربع كوبايه الميه بحيث ان هي يكون فيها صوص بقى معانا، ومش قادره اقول لكم فعلا الطعم بتاعها في منتهى الجمال. هديها كده غلوتين على النار. قلنا ان احنا اللحمه بتاعتنا بقت مستويه. انا مش عايزه احس ان البصل بتاعي بقى مهري، لا انا عايزه بردك احس ان البصل بقى مدي طعم للحمه، وفي نفس الوقت مش حاجه مهريه. خلاص هو كده بقى حلو خالص اهي اللحمه اهي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هبتدي بقى كده اطفي عليها كده. خلاص كده اللحمه بتاعتنا اهي بعد ما انا طفيت عليها. بصوا بقى شايفين القطع عامله ازاي، مش قادره اقول لكم كمان على الريحه طالعه في منتهى الجمال. دي كده انا هبتدي ان انا قدمتها لكم اهي في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين. دي كانت حلقتنا النهارده عن اللحمه بالصوص الاحمر. مش قادره اقول لكم في منتهى الجمال. لو عجبكم الفيديو لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هتلاقوا المقادير موجودة عندكم في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.